اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عملنا فطار سهل جدا وبسيط. اول حاجه هي الكبده، قطعتها مكعبات بعد ما اتحمرت خالص وبقت يعني خلاص نضجه للاكل. حطيت عليها الفلفل والطماطم والبصل، تشويحتين كده وخلاص، لان انا حطيته في نص التحمير بيديني كده اللي هو سوا مهري كده تمام. فلازم كده تلاقي لونه اخضر كده وجميل، والطماطم برضو نفس الحكايه لونها احمر كده وحلو تمام. شويه مكرونه جميله جدا، دي مكرونه سايبه والله، دي مكرونه سايبه نص كيلو، بسم الله ما شاء الله منها الحله. والتسبيكه عاديه خالص، بس انا عملتها ببصل. مكرونه البصل هي بقى رشروشه. اول حاجه بصلايه صغننه كده مع نص كيلو مكرونه، بقوم مصفراها وفصين توم معاها، وبعد ما تصفر معايا بنزل بالطماطم معلقتين صلصه اللي لما تتسبك وتبقى كويسه جدا، اقوم نازله بنص لتر ميه او حسب نوع المكرونه، وبعد ما ياخد معايا غلوتين اقوم نازله بالمكرونه. والف هنا وشفا. شايفين بقى الجمال الحلوه؟ والله دي سايبها. يلا انت كمان اعملي زيي. اكله بسيطه جدا وسهله خالص، قبل المغرب بنص ساعه تكوني دوبك جهزتيها. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.